يلا فيديو جديد. جايه من شغلك يا دوبك تقدري تعملي الفطار بتاعك وخلاص، مش هتقدري تعملي حاجه تانية، وفي نفس الوقت عاوزه تعملي حاجه حلوه لاولادك. جايبالك حاجه سريعه وفي نفس الوقت ما تاخديش وقت خالص فيها وتعمليها جنب الفطار. بقى هتعمليها بعد ما تخلصي فطارك هتعمليه. الفيديو النهارده حلو قوي. اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل جديد. الكلام ده طبعا للناس اللي شغاله، يعني انت لسه جايه من الشغل عاوزه تعملي الغداء بتاعك وعاوزه تعملي حاجه حلوه للولاد وفي نفس الوقت تفرحيهم. بصي يا ستي، احنا مش محتاجين اكتر من الحاجات اللي قدامك دي. كوبايه دقيق، معلقه من النشا. تهيألي الدقيق والنشا في اي بيت. بيكنج باودر هاخد معلقه صغيره بس، مش هاخد كمان الكيس كله. بصي سهله جدا، في 10 دقايق هتعملي. اهو ده الحلو السريع. معلقه بيكنج باودر وكمان معلقه صغيره سكر، يعني ممكن ما تحطهاش كمان اهي، وذره ملح يعني بصي على صوابعك كده اهو. الميه بقى على حسب ما هتاخد معاكي. بصي انت هتحطي وبالمضرب اليدوي كده، شايفه؟ حطي وقلبي، يعني من غير ولا حاجه هتعملي حاجه حلوه وبجد والله طعمها خطير. بالكوبايه كده واحده واحده، ايدك شغاله اهي لحد ما توصل للقوام اللي هقولك عليه. المهم ان انت تقلبيها كويس قوي علشان ما تعملش منك تكتلات. اهو ايدي شغاله فيها كده على طول. اقول لك على حاجه، بالهاند بلندر او في الخلاط ولا تتعبي نفسك خالص. بالعكس كمان في الخلاط او بالهاند بلندر بتديكي قوام احسن. شايفه؟ بص ما فصلتش الكاميرا ولا اي حاجه، كله معاكم. بس كده القوام ده كويس. شايفه؟ تبقى نازله كده خط زي ما انت شايفه كده. شايفه كده؟ بس كده يا ست الكل، خلاص خلصناها. ما اخدتش مني ثواني، دقايق. انا ما رضيتش افصل الكاميرا خالص. سيبيها بس ترتاح. انت كل ما تسيبي الحاجه ترتاح شويه بتديكي نتيجه افضل. يعني كمان الكيك لو سبتيه ارتاح شويه البيكنج باودر بيتفاعل كده معاه وتلاقيه عمل فقاقيع، بتديكي نتيجه احسن. فانت سيبيها بس يعني 5 دقايق يا ستي، مش هقول لك 10 دقايق. احنا مش حاطين خميره ولا حاجه عشان تخمر. بعد كده بستريتش ريب وهتغطيها او باي كيس عندك. بس كده خلاص خلصناها. طب ايه الحاجات اللي انت حطاها دي؟ انا قلت اخلصها الاول وبعد كده في الوقت اللي هحكي لكم فيه عن المواضيع دي كلها يكون هو ارتاح. ماشي؟ عندك طاسه صغيره، في يعني طاسات صغنطوطه كده، لا بتاعتي في الشقه التانية. المهم يعني في طاسات صغيره كده ممكن تعملي فيها حله صغنطوطه كده، تعملي فيها اي حاجه صغيره لو انت ما عندكيش الالات دي. هو انا بصي انا دورت على ايه الالات اللي عندي، لقيت اللي هي اللي بنشكل بيها دي اللي انا هفتحها. ايه يا يوني دي؟ ما انت اللي مبوظهم لي، الله يسامحك. خد دي صغيره قوي، كنت حطاهم في علبه وجيت ادور عليهم دلوقتي لقيت كل حته في ناحيه، يعني فربنا يهدي. حتى العلبه والله ما اعرف وداها فين. المهم يعني انا لقيت اكبر حاجه اهي، هحطها بقى في الطاسه. المعدات بتاعتنا هي دي، واي كيس حلواني او عندي الكياس بتاعه المطبخ اهي. الكياس دي اللي بنفرز فيها الحاجات بتاعتنا. بس كده هو ده كده اللي هحكيه. وبجد والله النتيجه هتعجبكم قوي. بصي يا ورا عمال يضحك. انت بتضحك على ايه يا يوي؟ دي انت عارف ان انا بصور. يلا بينا كده على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. بعد كده القطاعات هحطها في الزيت زي ما انتم شايفين، وحطيت الخليط في كيس حلواني وهنزل بقى اعملي دايرات. بصوا اياد بره عمال يخبط عليا، والله ما عارفه اصور منه. المهم يعني عشان اخلص بسرعه، تحطي بقى كده بصي في ثواني مجرد ما تمسك خلاص انت بتشيلي القطاعه منها وترجعي تحطي في القطاعه تاني على طول. يعني انت لو ما عندكيش قطاعات كتير عادي خالص، انت مجرد ما هتسيبيها دقيقه واحده بس هتبصي تلاقيها مسكت في بعضها خلاص. يعني ليه انا حاطه القطاعات؟ علشان ما تفرش وتعمل دايره، يعني هو الخليط سايل. فانت لو حطيتي في الطاسه بس هتبصي تلاقيها فرشت وكبرت منك. علشان كده بقولك لو طاسه صغيره او حله صغيره اعملي فيها. بعد ما بعمل بصي بتتقلب على طول. سهله جدا. جايه من شغلك مستعجله مش هتلحقي تعملي فطار لاولادك، نفسك تعملي يعني هتلحقي تعملي بس الفطار، مش هتلحقي تعملي حاجه حلوه، ونفسك كده اولادك يقولوا لك تسلم ايدك. يعني بجد تعب اليوم كله بيروح مجرد ما يقولوا لك تسلم ايدك يا ماما.
فعلا والله جبر الخواطر ده حاجة حلوة قوي. يا ريت كلنا كده نجبر بخاطر اللي حوالينا كلهم. يعني فعلا بيضيع تعب اليوم كله. انت لو تعبانه وطول النهار مش قادره، ومجرد ما ابنك ولا جوزك ولا بنتك تقولك تسلم ايديك يا ماما، والله بتحسي ان انت ولا كانك عملتي حاجه. فجبر الخواطر فعلا حلو قوي. المهم كده بصي بتقلبيها بقى زي ما بعمل كده، مجرد يعني ما بتاخدش دقايق، كله وانت واقفه. عاوزه تحطيها في سيرب، يا دوبك اول ما تحطيها في السيرب وانتوا قاعدين كليها على طول. بتكون مقرمشه اكتر من غير سيرب، يعني جربتها كده وكده. هتحطي عليها سكر وقرفه، مش عاوزه قرفه رش عليها سكر بس. السيرب كنت عاملاه معاكم وشايلاه في برطمان وحطاه في التلاجة، ده بيسهل عليا كتير قوي. خلاص خلصناها، شايفين لونها عامل ازاي؟ والله بصي تاكلي منها يعني القطمه كده طعمه وبتقرمش في بقك، حلوه قوي. جربيها واعمليها، مش هتاخد منك ثواني. فرحي ولادك بحاجه بسيطه، يعني على قد ما بقدر اي وصفه بسيطه هدور عليها كده واعملها لكم، علشان يعني في ناس ما بتحبش وقفه المطبخ كتير. مش عاوزين نضيع يومنا كله لو في شغل اجي اطبخ يعني طبعا في حاجات كتير بتبقى ورانا للعباده، مش كلها اكل وشرب وشغل. فعلى قد ما ربنا يقدرني كده. بصي هنا حطيتها في سيرب. وبعد كده شيليها، يعني انت لو هتقليها قبل الفطار حطيها في السيرب بعد الفطار، ما تحطهاش قبل الفطار علشان بتطرى. لكن لوحدها كده تاني يوم كنت سايبه لبنتي، يعني سايبها لها على الرخامه من غير سيرب ولا حاجه، لقيتها مقرمشه زي ما هي. شايفين ما اخدتش مني حاجه اهي. هاخد بقى السيرب ده كله واحطه عليها كده. هي كانت مخليها كمان طعمه شويه، لكن السكر هتخليها حلو. يا رب الوصفه النهارده تكون بسيطه وتكون عجبتكم على قد ما بقدر، يعني علشان الناس اللي بتشتغل وكده بجيب لهم وصفات بسيطه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بقى في ثواني خلصتها ما اخدتش اي حاجه، وسمحت الصوت بتاع القرمشه قبل ما احطها في السيرب وبعد السيرب كمان والله مقرمشه. بصوا توصل لكم والله بتقرمشوا زي الفل قبل السيرب. بنتي بتقولي طعمها احلى كمان من قبل السيرب. يعني انت ممكن بدل معلقه صغيره من السكر حطي معلقه كبيره، لو انت مش عايزه تحطيها في سيرب. هتحطيها في سيرب برده طعمها يا نهار ابيض خطيره بجد، والله تحفه. طعمها طعم كده، حاجه مسكره وبسيطه. جايه من شغلك تعبانه ادخلي اعمليها، مش هتاخد حاجه. دلوقتي قومي اعمليها وجربيها، يعني من غير حاجه، ولا تخسري سكر كتير ولا تخسري حاجه. الناس اللي بتقول بجرب والحاجه غاليه، مفيش ارخص من كده ولا اسهل من كده. يا رب الفيديو النهارده يكون بسيط ويكون عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.